السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الحليوه اللي طلبتوها مني بزاف بزاف في انستغرام. اللي هي الغريبه المسفيويه، غنيه عن التعريف ولكن كل واحد كيديرها بطريقته وبمقاديره الخاصين. اليوم غادي نشاركها معكم بواحد المقادير اكيد اكيد الا جربتوهم ما غاديش تعاودوا تستغناو على هاد الوصفه. لان صراحه المقادير اللي غادي نعطيكم اقتصاديين وكيعطيونا كميه كبيره. قبل ما نبدا الفيديو كنبغي نرحب بكل وحده انضمت للقناه جديده، كنقول لكم مرحبا بك والف مرحبا. والا كنتي بنت الدار حتى نتيا مرحبا بك. قبل ما نبدا الفيديو كنقول لكم ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو والاشتراك في القناه الا كنتوا اول مره كتشوفوا قناه وصفات الشيف وجيله على اليوتيوب، ومرحبا بكم. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج 125 غرام ديال الزبده فقط، وغادي نحتاج 2 كيسان ديال السكر، 2 كيسان ديال الزيت، كاس ديال الكوك، دائما انا كنستعمل الميدم، وجوج بيضات. وغادي نستعمل كذلك 2 قشور ديال البرتقالات، 2 برتقالات حكيت ليهم القشور ديالهم، بما انه فصل ديال البرتقال صراحه كتجي فنه فنه بالنكهه ديال البرتقال. وغادي نحتاج الخميره الكيميائيه، غادي نستعمل 2. وكذلك يعني غادي ندير في هاد الحلوه معلقه ديال السميده. انا غادي نقول لكم في الاخر ديال الفيديو لاش كتصلاح. المهم البنات، خديت 125 غرام ديال الزبده، خلطتها ما بين المارغرين ديال التورق وما بين يعني المارغرين النباتيه اولا الزبده النباتيه ديال البواطه. ممكن انكم تستعملوا اي نوع ديال الزبده عندكم، ماشي ضروري، غير كنبغي نوضح لان بزاف ديال الاخوات كيسولوني على النوع ديال الزبده اللي كنستعمل في الحلويات ديالي كل مره وشنو كنستعملها البنات. بما انه الجو بارد البنات، الزبده والسكر باش يندمجوا كيديو لينا الوقت. انا خديت هذا الروبو اولا يعني الميكسور. الا عندكم هاد الهاشوار ديروا فيها، كتسهل الخدمه عليكم احسن ما تبقاو يعني كتخدموا بيديكم. المهم الا ما كانش عندكم راه خدموا بيدكم عادي جدا. كنخدم كما شفتوا معايا الزبده والسكر مزيان مزيان حتى اندمجوا. من بعد ضفت عليهم 2 كيسان ديال الزيت، وضفت كذلك 2 بيضات وقشور ديال البرتقال. بالنسبه للقشور ديال البرتقال نصف الكميه ضفتها هنايا في الخلاط وخلطت مزيان. الكميه الاخرى غادي نزيدها دابا. هنايا البنات كما كتشوفوا هذا هو الخليط. بالنسبه للاخوات هذا هو الكاس ديال الكوك اللي عمرت 125 غرام بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو العبار. غادي نضيف كذلك القشور ديال البرتقال اللي كنت خليت، وغادي نضيف هذه المعلقه ديال السميد الخاص بالحرشه اولا السميد الرقيق. كيعطي واحد الهشاشه في هذه الحلوه. اش غادي نقول لكم البنات، جربوها وردوا عليا الخبر، اكيد اكيد غادي تعجبكم. وهذا الكوك حاولوا انكم ديروا الكوك الميدم، لان البنات يعني الا بغيتوا الحاجه تجيكم زوينه الا وخدموها بمقادير اللي هما زوينين. يعني نوعيه الزبده تكون مزيانه، وبالنسبه للكوك يكون مزيان، الدقيق خصو يكون دقيق ديال الحلويات، باش هكا تحصلوا على نتيجه ومذاق رائع جدا. هنايا البنات ضفت الدقيق شويه بشويه، وغادي نضيف دوك 2 الخميرات الكيميائيين من وزن 7 غرام، يعني المجموع اللي درت هنايا 14 غرام. كندخل الدقيق مزيان مزيان في الخليط، وغادي نحيد هاد المعلقه هذه باش يعني نتلمس الخليط بيدي ونعرف واش خاصو ولا بركه عليه. هنا كما كتشوفوا جانبا البنات عندي اللوز وعندي واحد البيضه، هادو غادي نزين بهم الحلوه ديالي. بالنسبه الى ما كانش عندكم اللوز راه ماشي مشكل، ماشي ضروري، ممكن انكم تزينوا غير بالحبات ديال الفول السوداني اللي كيكون بالقشور ديالو اولا كاوكاو بقشورو. يعني راه حتى هو قاضي الغرض، ماشي ضروري انه يكون عندكم اللوز. غير الغريبه المسفيويه هي تعرفات بهكا، يعني الناس اسفي، تحيه ليهم هما كيديروها بحال هاد الطريقه. تحيه لكم من بنت الناظور اللي كتشوف الفيديو ديالي وهي مسفيويه، تخلي لي من اسفي تخلي لي التعليق اسفل الفيديو. هنايا البنات انا كنخلط في هاد الخليط ديال الحلوه واحد النسمه ديال البرتقال طالعه منها. اش غادي نقول لكم شي هوا منها. شوفوا البنات راه ما كنكثروش ليها الدقيق، شوفوا كيفاش كتبقى، راه كنخليوها شويه مرخوفه محيتاش داك يعني الكوك كيتشرب. وكذلك حتى السميده راه كتشرب، يعني خليوها رطبه باش تجيكم خفيفه، حتى في الماكله ديالها تجيكم خفيفه. هنايا البنات خليتها جانبا وخديت ديك البيضه، ضفت ليها واحد الكيس
ديال القهوة سريعة الذوبان وغادي نخلطها. خديت بيضة كاملة، يعني ما درتش غير الصفر، راهي غادي تجيني هي هذيك، وغادي نخليها جانبا. الا كانوا شي حبيبات هنايا ما دايبينش غادي نصبر شويه، غادي يوليو يذوبوا راسهم. هنايا بالنسبه للوزن ديال الحبه، انا كنت دايره غير عيني ميزاني، ولكن تفكرت باللي البنات كيبغيو الميزان. فاش عبرتهم لقيتهم كلهم خرجوا ليا 16 غرام. مهم بالنسبه للبنات اللي باغيين العبار. هنايا في هذه الاثناء البنات انا كنكور الحلوه ديالي، وفي نفس الوقت الفران راني شاعله عليه. يعني ما ك... يعني باش نطيب الحلوه ديالي خص الفران يكون سخون مزيان. هنايا البنات كما قلت لكم بالنسبه للدقيق، انا غادي نخلي لكم الكميه اللي دخلت ليا. على ما اظن كنت وزنت 750 غرام هكاك ولا مهم. انا غادي نخليها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله، شحال وزنت وشحال تبقى ليا منها. ممكن انكم تجيكم الكميه يعني اللي غادي نعطيكم ديال الدقيق هي هذيك، ممكن تجيكم قل، ممكن تجيكم اكثر، على حساب يعني البيض واش كبير واش صغير، واش الدقيق كيتشرب او لا. المهم هذا الشيء يعني كله كيدخل في يعني في الميزان ديال الدقيق. بالنسبه اللي غادي ناكد عليكم البنات، هي ما تعطيوهاش الدقيق بزاف، خليوها شويه مرخوفه. هذا الشيء اللي غادي نقول لكم. والبنات بالنسبه للاخوات اللي كيكونوا مبتدئات ما عارفينش يعني واش بركه على على العجين من الدقيق ولا مازال، خذوا وحده جربوها في الفران، لقيتوها شاده راسها كيما ديروها في الفران تبقى صافي. يعني كملوا بديك الكميه اللي كنتو درتو ديال الدقيق. جاتكم في الفران مرخوفه ويعني والشكل ديالها ضاع، يعني طاحت ما بقاتش واقفه. يعني زيدوا ليها الدقيق للحلوه ديالكم. هذه هي لاستيس اللي كنا كنديروا في الاول فاش كنا مبتدئات. المهم البنات شويه بشويه راه غادي تعلموا بالنسبه للاخوات اللي كيكونوا مبتدئات وباغيين حتى هما يتعلموا الحلوه. هنايا البنات كما شفتوا معايا دهنت كاع يعني الحلوه ديالي بالبيض، ودابا غادي نلصق عليهم الحبات ديال اللوز. نضغطوا شويه، يعني ما غاديش نضغطوا بزاف، وفي نفس الوقت ما غاديش نحطوها هكاك وصافي باش تلصق تثبت لينا مزيان. بالنسبه للقهوه راه ماشي ضروري، الا بغيتو ديروها ما بغيتوش يعني ماشي مشكل، ممكن ديروا غير صفار ديال البيض. غير هو القهوه كيعطي هذاك اللون اللي كيجي شويه غامق، وفي نفس الوقت كتواتى القهوه، الرائحه ديال القهوه مع البرتقال كتجي شي حاجه زوينه. ها كما كتشوفوا هذه هي الحلوه ديالي، غادي نديرها في الفران وغادي نكمل بنفس الطريقه. غادي نعمر الصينيه الثانيه. صراحه البنات ما عبرتش الكميه ديال اللي عطاتني في التالي، ولكن صراحه راه عطات يعني كميه ما شاء الله، كميه كبيره، وغادي تشوفوها معايا في اخر الفيديو ان شاء الله. شوفوا البنات انا يعني فاش بديت نكور فيها كانت مرخوفه، ولكن فاش كملت راه ولات شدت راسها. يعني هادشي علاش كنقول لكم ما تكثروش ليها الدقيق، وفي نفس الوقت عاوتاني ما تخليوهاش خاصه الدقيق بزاف وتجيكم سايحه في الفران. بالنسبه للطياب ديالها البنات راه كندخلوها للفران يكون سخون، وكنعطيوها عافيه تكون مهيله، ما نجهدوش عليها بزاف وما نقصوهاش عاوتاني بزاف، باش هكا طيب لينا من الداخل وتجينا مقرمشه وفتيه في نفس الوقت. من بعد ما طيب لينا من الاسفل كنهبطوها يعني، والعافيه تكون على وجهها حتى تحمر ويذهب اللون ديالها. المهم راه البنات راه كتاخذ الوقت، غير كما قلت لكم ما تعطيوهاش الجهد في العافيه وما ما تنقصولهاش بزاف. المهم البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالي كما كتشوفوا معايا. ها هي البنات من بعد ما خرجتها من الفران، شوفوا كيفاش كيجي اللون ديالها مذهب والشكل ديالها رائع والتشققات باينين فيها. يعني مع انني ما درتهاش في الاسفل باش تشقق، راني درتها غير الفوق عادي بحال الحلويات اللي يعني اللي كنخدموهم عادي. الا بغات يعني الا بغيتو تشقق لكم اكثر من هكا ديروها في الاسفل، يعني تشقق عاد طلعوها للفوق باش تكمل طيابها. ولكن انا كنطيبها بهذه الطريقه صراحه كتجي زوينه بزاف. شوفوا البنات راها مذهبه كي الفوق كي لتحت، كتجي رائعه جدا، وواحد النسمه ديال البرتقال عاطيه في الدار ما شاء الله. صراحه هاد الحلوه طيبيها في الدار الجيران يسيقوا لك الخبر. صراحه واحد الحلوه اللي رائعه جدا. جربوها البنات وردوا عليا في التعاليق وصيفطوا لي تطبيقاتكم على الانستغرام. غادي نخلي لكم الرابط ديال الانستغرام ديالي لتحت في التعاليق، اولا في صندوق الوصف. صراحه البنات فاش كتصيفطوا ليا تطبيقاتكم كتفرحوني بزاف بزاف، وكنعرف باللي ان هاد المجهودات اللي كنقوم بها في الفيديو يعني كتعطي نتيجه، ماشي غير هكاك وصافي، ماشي غير كندير فيديو هكاك وصافي.
الا كيعجبكم فيديوهاتي ما تبخلوش عليا تقولوا لي الراي ديالكم فيها، وديروا لايك البنات باش هكا نحس باللي راكم داعميني، ونحس باللي راه المحتوى ديالي عاجبكم البنات، وننزل لكم وصفات واحده اخرى. الا بغيتوا البنات شي وصفات واحده اخرين خليوهم ليا في التعاليق باش انا يعني نلبي الرغبات ديالكم. شوفوا البنات كيفاش كتجي، يعني كنحاول دائما نقطع معكم باش تشوفوا كيفاش كتجي فتيه من الداخل وهشيشه رائعه رائعه جدا جدا. كنتمنى تجربوها لانها فعلا كتستحق التجربه، مع كويس ديالاتي. يا سلام. بالصحه والراحه اللي جربتها مسبقا. والى اللقاء الى فيديو قادم وصفه جديده باذن الله. مع السلامه.